لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيثم اليوم ايش؟ يوم سبت. يوم الأحد كيف بتقضي؟ يوم الأحد إن شاء الله بيقول عندي دون العصر صلاة زيارة وقيت عندهم بعد المغرب بسلم تلفوني لخالتي ماجدة وبجلس أدعي لهم يوم الاثنين. ندعي ونقرأ قرآن. نقرأ قرآن واستغفار وصلاة وعبادة. المهم إن شاء الله ربنا ينجينا أنا روحي وعمري بيد الله أنا مش بداتهم. أحسنت. هو اللي بيطول باب. هل بتصوم ذاك اليوم؟ أكيد بصوم ذاك. إن شاء الله. حتى إذا ربي فرق علي بنفس الوقت هذا يعني قالوا الصباح بين علو بغلق صيامي لما العصر لما المغرب يعني ما بفضل. تمام. بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. قد فلما استحكمت حلقاتها فرقت وكنت أظنها لا تخرج إذا لا تخرج. تعلق الأمان بالله. الله ألان الحديد ما يلين قلوب الناس صح ولا لا؟ بإذن الله أنك ترجع إلى زوجتك وبنتك وإخوانك وأمك وبيتكم وحارتكم وسيارتك وترجع لحياتك الطبيعية وأفضل مما كنت عليه. إن شاء الله بإذن الله. دائما تذكر في طيات المحن منح من الله عز وجل صح؟ نعم هذا اختبار من الله. اليوم الناس راح تترك لك رسائل وانت اخر مره راح تقرا رسائلهم بكره ان شاء الله باذن الله من جوالي باذن الله. فاليوم يعني ححط لك اخر شيء. قصة إعدام الشاب اليمني هيثم العدني تجتاح منصات التواصل. نفذ حكم الإعدام بحق الشاب اليمني هيثم العدني وذلك في السجن المركزي بالمهرة شرق اليمن. وحكم الإعدام قد صدر على الشاب هيثم العدني لقيامه بقتل شخص عماني من سلطنة عمان، وكان ذلك منذ حوالي 5 سنوات. وطلب هيثم أن يصلي ركعتين في مكان الإعدام قبل تنفيذ الحكم. وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد فشل الجهود المختلفة في إقناع ذوي الدم بالعفو عن هيثم. وحسب وسائل إعلامية بدأت قصة هيثم منذ 7 سنوات، كان عمره وقتها 17 سنة ويبحث عن عمل، وساعده خاله على إيجاد فرصة عمل لدى تاجر عماني في المهرة. وفي أحد الأيام شعر هيثم بالتعب ونقله التاجر العماني إلى المستشفى، وأثناء عودتهما في الطريق أصيب هيثم بحالة إغماء من شدة السخونية ولم يستيقظ إلا في السكن. بعد 2 عام قرر هيثم أن يتزوج، والتاجر العماني أعطاه مبلغ مالي وساعده في الزواج، وسافر إلى عدن وتزوج. وانتهت أجازته وعاد إلى عمله في المهرة. قال التاجر العماني له أنه سوف يستأجر شقة 3 غرف، يعطيه غرفة يعيش فيها مع زوجته، وغرفة أخرى لشقيقته، والثالثة سيعيش فيها معهم. استغرب هيثم من حديث التاجر، خاصة أنه ليس محرم لزوجته أو شقيقته، فكيف يعيش معهم؟ فأخبره التاجر أنه يريد خطوبة شقيقته، فقال له هيثم أنه يجب عليه أن يتحدث مع خاله ويطلبها رسميا منه. ووافقت الأسرة بشرط أن يكون الزواج بطريقة رسمية. أصر التاجر العماني على الزواج من شقيقة هيثم بطريقة غير رسمية لأن طبيعة عمله تمنعه من ذلك، وهدد هيثم إما أن يزوجه شقيقته أو يفضحه. استغرب هيثم من حديثه وسأله تفضحني ليش؟ أنا إيش مسوي؟ فأطلعه التاجر على مقاطع وصور وهو يعتدي عليه جنسيا. واستغرب هيثم متى حدث ذلك، ثم تذكر عندما أغمي عليه وهو مريض. أخبر هيثم شقيقه الكبير بما حدث وهو أخ غير شقيق، وطلب منه شقيقه أن يخبر التاجر أنه يريد مقابلته ويقومان بضربه
وأخذ المقاطع والصور. وبالفعل قام هيثم باستدراج التاجر وركب معه السيارة، وشقيق هيثم أخرج السكين وطعن التاجر العماني عدة طعنات وهرب. وكسر هيثم الهاتف وحاول سحب السكين من جسد التاجر وإنقاذه ونقله إلى المستشفى، ولكنه توفي وتم القبض على هيثم وتم تنفيذ حكم الإعدام. انتشر اسم الشاب هيثم العدني عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصحبه الكثير من الكلمات المؤثرة التي تنعيه عقب تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح الاثنين 13 نوفمبر. نفذ في السجن المركزي بالمهرة في شرق اليمن، وكان حكم الإعدام قد صدر بحق هيثم العدني بسبب قتل شخصا عمانيا قبل نحو 7 أعوام. وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد فشل مساعي إقناع أولياء الدم بالعفو عن هيثم. ووصل جثمان هيثم العدني إلى العاصمة يوم الخميس، ويصلى عليه ويدفن في مديرية الشيخ عثمان. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لأحد الأشخاص يقول أنه كان على تواصل دائم مع هيثم، وأنه حضر تنفيذ حكم الإعدام. يقول الشخص في مقطع الفيديو أن العدني قد طلب أن يصلي ركعتين في مكان تنفيذ حكم الإعدام، وأنه بعد انتهاء صلاته خلع غطاء رأسه وفرشه على الأرض ونام عليه استعدادا لتنفيذ الحكم. وبحسب الراوي فقد تأخر الشخص المنوط به تنفيذ الحكم في بدء التنفيذ انتظارا منه لأولياء الدم الحاضرين، فقد يغيرون رأيهم في آخر الوقت. وقال أن المنفذ أطلق 3 رصاصات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. كان التفاعل كبير جدا مع الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل في اليمن، ونشرت العديد من المواقع اليمنية هذا الخبر بسبب سرعة انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية من دون معرفة السبب الرئيسي وراء هذا الانتشار، علما أن هيثم العدني نفذ بحقه حكم الإعدام وفق قرار السلطات القضائية في اليمن. كان الشاب العدني يعمل لدى الشخص العماني ويقوم بمتابعة جميع أعماله، وكان الشخص العماني حينها يرغب بالزواج من شقيقته، ولكنه اختلف مع الأخ الشقيق لهيثم، وأن هذا الأخ غير الشقيق هو الذي قام بطعنه طبقا لمصادر حقوقية. وقد ذكر نشطاء حقوقيون أن بصمات الشاب هيثم العدني قد وجدت على سكين قال أنه استخرجها من بطن العماني المجني عليه، وأن الذي قام بقتله هو أخوه غير الشقيق والذي لاذ بالفرار بعد تنفيذ الجريمة. النشطاء باليمن قالوا وقت الحادثة أن الشاب هيثم العدني قد تفاجأ حين شاهد الشخص العماني الجنسية مدرجا بدمائه، ومن ثم قام بسحب السكين الذي طعنه بها الأخ غير الشقيق له وحاول إسعافه. وبعد ذلك حاول الشاب الهروب لخارج المهرة، ولكن أفراد نقطة أمنية تمكنوا من الإمساك به وتم تسليمه للجهات المختصة. ووثق مقطع فيديو مؤثر لحظة قيام أشقاء الشاب اليمني هيثم العدني باحتضانه وتوديعه قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وذلك في السجن المركزي بالمهرة شرقي اليمن يوم الاثنين الماضي. وأظهر الفيديو المتداول هيثم العدني وهو يصافح أشقائه وابن عمه وتبادلوا الأحضان بشدة. الجدير بالذكر أنه نفذ حكم الإعدام في الشاب اليمني بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش لقيامه بقتل مواطن عماني قبل 7 سنوات. وجاء تنفيذ الحكم بعد فشل الجهود في إقناع ذوي الدم بالعفو، وطلب هيثم أن يصلي ركعتين في مكان الإعدام قبل تنفيذ الحكم. تصدرت قضية هيثم منصات مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وسط تداول معلومات حول تنفيذ القصاص بحقه ظلما. وأشارت وسائل الإعلام أن هيثم العدني كان يعمل لدى تاجر عماني في المهرة، وأراد التاجر الزواج من شقيقته بطريقة غير رسمية، وعندما رفضت الأسرة
هدد التاجر هيثم بفضحه بمقاطع فيديو صورها له أثناء قيامه بالاعتداء عليه جنسيا. وتذكر الشاب أنه كان قد أصيب بإغماء بسبب مرضه أثناء العمل، واستغل التاجر فقدانه الوعي واعتدى عليه. وعندما أخبر شقيقه بما حدث طلب منه استدراج التاجر لضربه وأخذ الهاتف وحذف مقاطع الفيديو. وعندما التقي بالتاجر قام شقيق هيثم بطعنه عدة مرات وهرب، فيما قام هيثم بتحطيم الهاتف الذي عليه الفيديوهات، ولكنه حاول إنقاذ التاجر ونقله إلى المستشفى لكنه توفي، وتم القبض على هيثم وانضم شقيقه الهارب لتنظيم القاعدة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.